العاشرة تماما بتوقيت العاصمة أسمر. إلى حضراتكم نشرة الأخبار مستهلة إياها بالعناوين. دعم المرأة الراعية في لقو عنسبة. بحث مكافحة العادات الضارة في إقليم جنوب البحر الأحمر. نفير تنموي في حينبة. المديرة المالية لشركة هواوي تغادر كندا والصين تفرج عن كنديين. باكستان والهند تتبادلان اتهامات بنشر الإرهاب في الأمم المتحدة. وقضاء إيطاليا يطلق سراح زعيم انفصالي إقليم كاتالونيا الإسباني. ومن العناوين إلى التفاصيل. مرحبا بكم. إعلان وزارة الصحة: أظهرت الفحوصات المخبرية التي أجرت يوم أمس في مراكز العزل في الأقليمين الأوسط وعنسبة إصابة 9 مواطنين بفيروس كورونا، وكانت 6 من الإصابات في أسمرة بالإقليم الأوسط و3 في كرن بإقليم عنسبة. وبهذا بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد حتى الآن 6694، شفي منهم 6628 وتوفي 42 مريضا، فيما لا يزال 24 مرضى يتلقون العلاج في المستشفيات. وزارة الصحة 25 من سبتمبر 2021. تلقت 20 امرأة راعية للأسر في مديرية لقو عنسبة دورة تدريبية لتربية النحل، وقدم لهن دعما هو عبارة عن مناحل لبدء العمل. وأوضحت مسؤولة الاتحاد الوطني للمرأة في المديرية السيدة القهبتي أن الدورة التدريبية نظمها ومولها الاتحاد، داعية إدارة المديرية التعاون في أنشطتهن. وشكرت المشاركات في الدورة التدريبية للاهتمام الذي وجدناه من الاتحاد الوطني للمرأة، مؤكدات أهمية التدريب في حياتهن المعيشية. وذكر مدير مديرية لقو عنسبة السيد أبراهام حقوس ملائمة المديرية لتربية النحل، وسيكون للدورة التدريبية نتائج جيدة وضعا في الاعتبار للموارد الطبيعية. وناشد الجمعية التعاونية لمربي النحل في ضاحية دبر عد حنس التعاون مع المتدربات. قيم مكتب التعليم في مديرية فرع الأنشطة التعليمية في العام الدراسي 2019-2020 وبحث برامج العام الدراسي 2021-2022. وأوضح مسؤول المدارس في المديرية الأستاذ إسماعيل علي في التقرير الذي قدمه مقاطعة 20% من الطلاب المسجلين في العام الدراسي 2019-2020 للدراسة في المراحل التعليمية الثلاثة، وبلوغ نسبة النجاح 77%، مشيرا إلى تقديم تعليم محو الأمية في 40 نقطة تعليم. وذكر نجاح حوالي 30% من الطلاب الجالسين لامتحانات الشهادة المتوسطة، منادين المعلمين عامة ومدراء والمشرفين التربويين خاصة لبذل الجهد للتعرف على المسببات وحلها. وقال مسؤول التعليم في إقليم شمال البحر الأحمر السيد رشيد محمد عثمان إن نجاح 77% عامة في المديرية يعتبر مشجعا، ويجب تقوية الجهود لرفع النسبة في العام الدراسي 2021-2022. وأوصى الاجتماع مدراء الضواحي لتقوية الجهد لصيانة المدارس وبناء فصول إضافية ووضع حد لتغييب المعلمين وفتح مدارس داخلية لرفع المشاركة في التعليم وبناء مدارس إضافية. ودعا مدير مديرية فرع السيد عثمان عرفة تخصيص معلمين ذوي الخبرة في المرحلة الابتدائية للدفع بالعملية التعليمية والتعرف على المدارس التي تحقق نتائج متدنية وإحداث تغيير سريع فيها.
بحث إقليم جنوب البحر الأحمر العادات الضارة عامة وختان الإناث وزواج القاصرات خاصة وسبل مكافحتها في اجتماع عقد في عصب يومي 22 و23 من سبتمبر بحضور رجال الدين والمهنيين الصحيين. وأوضح مسؤول مكتب وزارة الصحة بالإنابة في الإقليم السيد محمد أنوار تحسن ظاهرة العادات الضارة صحيا وذهنيا بالمرأة، ويتطلب مواصلة التوعية لاستئصالها تماما. ودعا رجال الدين والأمهات تعزيز دورهم لإنجاح حملة المكافحة وضمان صحة المواطن. وذكر رئيس لجنة مكافحة العادات الضارة في إقليم جنوب البحر الأحمر السيد حمد علي وجود لجان مشكلة من الشعب والجهات الحكومية في جميع المناطق للدفع بالأنشطة التعبوية. يقوم سكان 5 قرى في ضاحية حينبة بمديرية عد قيح بصيانة طريق جرفة السيول وحماية التربة وحفظ المياه. ويتم صيانة طريق عد قيح عد عبوكلداء البالغ طولها 4 كيلومترا ببناء جدار حماية على أطرافه. وعلما بأن الأشجار التي قرصها سكان القرى ال5 عام 2019 قد نمت 90% منها، وكذلك نمو الأشجار المقروصة عام 2021. وأوضح المشاركون في النفير التنموي أن الهدف منع التربة من الانجراف وحل إشكالية المواصلات. سيداتي سادتي، هذه كانت أخبارنا المحلية. فاصل قصير من ثم نعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي. ابقوا معنا. قادرت المديرة المالية لشركة هواوي الصينية مانغ وانزهو التي كانت تخضع للإقامة الجبرية في كندا منذ 3 سنوات إلى بلادها بعد أن أمرت قاضية كندية بإطلاق سراحها إثر التوصل إلى تسوية بين واشنطن وهواوي. تلا ذلك إعلان رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو عن الإفراج عن الكنديين مايكل سافور ومايكل كوفريغ الذين كانا معتقلين في الصين منذ أواخر 2018، مؤكدا أنهما في طريق عودتهما إلى كندا. واستقلت مانغ طائرة متجهة إلى مدينة شانغن حسب ما أظهرت لقطات تلفزيونية بعد فترة وجيزة عن إطلاق سراحها بموجب التسوية. وأمرت قاضية كندية بإطلاق سراح مانغ منهية بذلك إجراءات تسليمها في جلسة استماع قصيرة بالمحكمة العليا في فانكوفر. وجاء إعلان ترودو عن الإفراج عن مواطنيه سافور وكوفريغ بعد فترة وجيزة على مقادرة مانغ كندا. اتهم رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان الهند في الأمم المتحدة بنشر الإرهاب، ما أثار رد فعل قوي من الوفد الهندي. وفي خطابه أمام الجمعية العامة السنوية للأمم المتحدة اتهم عمران خان رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بأنه يريد القضاء على مسلمي الهند. ومن المسائل الشائكة بين الهند وباكستان هي قضية كشمير، المنطقة الواقعة في جبال هيمالايا بين البلدين اللذين يتنازعان عليها. ويتصاعد الغضب في كشمير الهندية منذ العام 2019 عندما ألقت نيو دلهي الحكم شبه الذاتي للمنطقة ووضعتها تحت سلطتها المباشرة. ويقول سكان المنطقة إن القمع اشتد منذ ذلك الحين. وتحدث عمران خان في اليوم الذي يزور ناريندرا مودي البيت الأبيض، واتهم السلطات الأمريكية بالتقاضي عن الانتهاكات التي ترتكبها الهند لحقوق الإنسان مع الإفلات من العقاب. أطلقت محكمة الاستئناف في ساساري سراح النائب الانفصالي في البرلمان الأوروبي والرئيس السابق لإقليم كاتالونيا كارليس بوتشيمون الذي يعيش في المنفى في بلجيكا منذ عام 2017 بعدما مثل
مثل أمامه قضاة توقيفه وسمحت له بمغادرة البلاد بانتظار الجلسة المقبلة. وخرج بوتشيمون من السجن قضاة توقيفه بطلب من إسبانيا التي طالبت بتسليمه على خلفية المحاولة الانفصالية في كاتالونيا في العام 2017 وفق مراسل وكالة فرانس بريس. وغادر بوتشيمون السجن وسط ترحيب مناصريه، وسمح له بمغادرة إيطاليا بانتظار الجلسة المقبلة التي تم تحديد 4 من أكتوبر موعدا لها. ويأتي ذلك بعد 4 سنوات على فرار بوتشيمون من إسبانيا إثر استفتاء على الاستقلال اعتبرته مدريد غير قانوني. والخبر الأخير في هذه النشرة، حيث تسلق الفرنسي آلان روبرت الملقب بالرجل العنكبوت ناطحة سحاب في الحي التجاري وسط العاصمة باريس احتجاجا منه على تقاعس المسؤولين عن التحرك الفعال والمجدي تجاه مسألة التغيير المناخي. روبرت الذي تسلق برج آلتو بطبقاته 38 وارتفاعه البالغ 160 مترا، أوضح أن هذه الفعالية تأتي قبيل انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغيير المناخ المقرر في غلاسكو بالمملكة المتحدة كخطوة احتجاجية في طريق الضغط من أجل دفع القادة والمسؤولين للعمل بفعالية لحماية المناخ. ومن المقرر أن يلتقي في شهر نوفمبر القادم 196 زعيم دولة في مؤتمر الأمم المتحدة لتغيير المناخ المقرر في مدينة غلاسكو الأسكتلندية، حيث لم تسمح له سلطات المملكة المتحدة بتسلق المباني في بريطانيا لتلقيه في السابق إنذارين على خلفية مغادرته أو مقامرته وفعاليته الاحتجاجية. انتهت النشرة، إليكم أبرز ما جاء فيها. دعم المرأة الراعية في لوغو عنسبة. بحث مكافحة العادات الضارة في إقليم جنوب البحر الأحمر. نفير تنموي في حينبة. المديرة المالية لشركة هواوي تقادر كندا، والصين تفرج عن كنديين. باكستان والهند تتبادلان اتهامات بنشر الإرهاب في الأمم المتحدة. قضاء إيطاليا يطلق سراح زعيم انفصالي إقليم كاتالونيا الإسباني. وبهذا وصلنا وإياكم إلى ختام النشرة الإخبارية لهذا المساء، قدمناه لكم تلفزيون دولة إريتريا. أشكركم على المتابعة، إلى اللقاء.